زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا. نحن هنا في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي. هذا الزلزال أدى عدة أبنية سكنية فوق رؤوس ساكنيها. كما نشاهد يعني فرق الدفاع المدني والأهالي يحاولون العالقين تحت الركام. قامت الفرق بانتشال عدة أشخاص مدنيين بينهم أطفال ونساء تحت ركام هذا المنزل. وطبعا هنالك حي بأكمله قد تدمر بسبب هذا الزلزال. إضافة إلى الحادث كان هنالك أيضا دمار في مواقع مختلفة كمدينة سرمدة، بلدة بليس، وبلدة أرمنات، بلدة جبيل في حلب الشمالي، بلدة مدينة عدن، مدينة مارع. الكثير من المواقع في عموم شمال سوريا تسبب في تدمير أبنية سكنية فوق رؤوس ساكنها. عشرات الضحايا والمدنيين الذين توفوا أو أصيبوا بجروح بسبب انهيار هذه الأبنية السكنية جراء هذا الزلزال.